أطالب السادة أعضاء مجلس الشعب والسادة أعضاء مجلس الشورى وجميع السادة أعضاء جميع المجالس المعنية بالأمر بوضع قانون طارئ لحل مشكلة الزغاريد دي. هو ده ما اسموش إزعاج؟ هو ده ما اسموش تلوث سمعي؟ هو ده مش ممكن يضر بمصلحة البلد؟ كام سايح أمريكاني بيسمعوا الزغروطة من هنا ويفتكروا إن واحد من الهنود الحمر جاي يسلخ فروة راسهم من هنا. كام يبقى كويس ساعتها للسياحة؟ يبقى كويس ساعتها؟ أنا بقول لكم أهو، طول ما موضوع الزغاريد ده شغال محدش يزعل بقى لما يقولوا علينا إرهابيين. محدش يزعل. أنا بقول لكم إيه؟ مفيش احترام للهدوء، للسكينة، للسلام العالمي، لواحدة كل ما بتسمع زغروطة بتبقى عايزة تولع في نفسها زيي. ايه يا سهير؟ انت مش ناوي تغدينا النهارده ولا ايه؟ في ايه يا سهير؟ انا عملت حاجه يا سوسو؟ خلاص يا اختي، بدأت وصلة النكد بتاعتك، وانت يا عن امك بدأتها بيا السوسو. قال على رأي المثل، فين شنبك يا عمدة؟ المراتي خرطته للوز. أنا مش قادرة خلاص، مش قادرة. هو مفيش غير بنتهم اتخطفت ولا إيه الرحمة؟ طفلي اوعى ايه يا ماما؟ في يا ماما عايز اكل. مفيش اكل، قوم يلا من هنا. وانا عملت حاجه يا ماما؟ ايه يا سهير؟ في ايه مالك النهارده؟ يعني ما انتش سامع؟ سامع ايه يعني؟ الزغاريت اللي جايه من بيت البت نسرين بنت سعاد الصفرا اللي في العماره اللي ورانا. طب احنا مالنا؟ يعني ايه واحنا مالنا؟ انت ما انتش عارف البنت نسرين دي اصغر من بنتك ب7 سنين. طب وماله؟ عادي يعني. يا حبيبي غلط غلطة عمره. ما انت لازم تقول عادي، ما انت عايش وعلى قلبك مراوح، ما انتش حاسس بالمصيبه اللي بنتك عايشه فيها. لا حول الله يا رب، انا عملت ايه في حياتي بس؟ المصيبه انك ما عملتش حاجه يا عبد صبور. عارف البنت نسرين بنت سعاد الصفرا اتخطبت ليه؟ عشان ابوها بني لها شقه في العماره بتاعته، خلى كل 48 ساعه يجي لها عريس. ده غير العربيه اللي اتكتب باسم العريس اول ما خطبها. تقدر تقول لي انت عملت ايه لبنتك بعد 30 سنه خدمه في شركتك؟ تقدر تعمل لبنتك نص اللي عمله ابو نسرين بنت سعاد الصفرا؟ والآن إلى الثلاثية الشهيرة، اخطب لبنتك. امال ليه الناس بتقول اخطب لبنتك؟ احنا بنشتري راجل؟ عمر كلمة احنا بنشتري راجل دي ما عدت عليك في منهج ثانوية عامة. إن كان دماغها بيوجعها، على رأي المثل، إن كان دماغها بيوجعها سيت أبوها ينفعها. تن ترارارن تن تن. اتصرف يا عبد صبور، اتصرف. البنت هتعنس وتقعد في قرابيزنا زي الحيل في القفا. وانا اعمل لك ايه يا سهير؟ معرفش تعمل ايه، دي مهمتك انت الراجل. شوف لك شغلانه اضافيه بعد الظهر، سافر لك اي بلد عربي قيمه 2 3 20، يا اما والله العظيم 3 هترجع في يوم مش هتلاقيني في البيت. انا تعبت، اتخنقت. أحسن. تيتا
البيت كده شكله هيتخرب على ايدي يا تيتا. ان شاء الله يا رب يسمع منك ربنا. ده انا كنت اوطي على ايدك ورجلك ابوسها كل يوم لحد ما اموت. على الاقل هخلص من امك، ده يبقى يوم السعد والهنا عندي. مدير مبيعات في السنغال. مدير شؤون العاملين في مدغشقر. بعيدة شوية. مدير شؤون قانونية في ساحل العاج. دي ممكن. يا رايقة، ايه ده؟ بتحلي الكلمات المتقاطعة؟ بدور على شغل لأبويا. يا لهوي يا حبيبتي، يا عيني هو اترفد والله وبقيت عاطل يا عم عبد الصبور. يا بنات الحقوا مصيبة. في ايه؟ عمكو. عمنا مين يا شيخ؟ عمكو عبد الصبور ابو علا خلاص بقى زي الليتو اترفد. تبرعوا 50 جنيه ربنا يخليك. 10 جنيه ده اللي اقدر عليه بدل ما العيله تضيع وعلا تضيع ويتشردوا. وحسنة قليلة تمنع بلاوي كتيرة. يا فاعل الخير والثواب نيالك هتلقاه. ساعدوا العيلة المنكوبة. خدي يا حبيبتي، الحمد لله كلنا ايد واحدة يا روحي. ايد واحدة ايه؟ مين قالك ان احنا عايزين مساعدة من حد يا مدام سندس؟ بابا بس عايز يحسن دخله عشاني. خدي. عشانك ازاي يعني؟ عشان الموضوع موضوع الزغللة. الزغلله. زغلله ايه؟ هفضل اعلم فيكي زغللة عين العريس يا حبلة. يعني هي لو ما كانش باباها عبد الصبور باشا نايم على خميره كويسه ولا حد هيخطبها ولا يقرب نواحيها خالص. ده انا المرسي جوزي اللي انتوا عارفينه طبعا ما قربليش ولا خطبني غير لما عرف وشم بموضوع التوك توك وال3000 جنيه بتاعت بابايا. رحت مثبتاه بقى. ده مش بس كده، ده ماما كمان حالفه على بابا انه لو ما اتصرفش هتسافر وتسيب له البيت. انا مش عايزاه هو يسافر ولا هي تسيب البيت، وكل ده من تحت راسي. استنوا بس يجي صاحب النصيب وانا هطلع فيه القديم والجديد. يا اختي يقطع الجواز وسنين ويا حبيبتي معلش الهي يبعت لك ولاد الحلال ويحبب فيكي خلقه. ايه ده؟ استني كده. الله، شكل ربنا كده بيستجيب لك. والله دي ام محمود. ام محمود مين؟ ام محمود وكاله انباء شرق التعليميه. بنديها 30 جنيه في اول الشهر وهي بقى تبعت بقى اس ام اس بكل اخبار الحي. يعني مثلا اي خطوبه اتفسخت، اي كاتب كتاب اتفك، تلاقي ام محمود على طول. بس هي جلده بتدي رنات. استني اما اكلمها. ايوه يا ام محمود. ايه اخبار جديده؟ عماد الحلو رجع من السفر؟ لا، عماد الحلو رجع من السفر. عماد الحلو رجع ده بتاع التعابين والاسود والسيرك. سيرك ايه ده؟ عماد الحلو ابن الجيران. وعماد الحلو مش اي ابن جيران يا جماعه، لا، ده ابن الجيران كما ينبغي ان يكون ابن الجيران. عماد الحلو اسم على مسمى شكلا واخلاقا. والله شوفوا بنات الحي كلهم مهما حاولوا محاولات مستميته عشان يبص لهم او يبتسم لهم او يعني ان شاء الله نص ابتسامه، ما فيش. ولا عمره بص لنا، هم ما بص لهمش خالص، ولا عمره عبرنا ولا عبرهم خالص. انتوا عارفين انا طبعا ماليش دعوه. وعلى فكره بقى عشان تبقوا عارفين، والله العظيم الراجل ده شوفي اخلاقه دي طول السنين دي ما شفناش منه حاجه وحشه خالص لدرجه الموضوع كبر في دماغنا قوي يعني، والمنافسه بقت على اشدها. وفي يوم من الايام إذ فجأة كده يجي لنا خبر كسر قلوبنا الفتيه البريئه. فتيه؟ وانا بجيب الكلام ده منين؟ ما علينا. راح لندن وسابنا بقى كلنا، واحنا بقى اليأس تملكنا. ودلوقتي رجع عماد الحلو رجع من السفر. شجرة الأمل فروعها هتخضر في قلبنا تاني. أنا فعلا بجيب الكلام ده منين يا جماعة؟ وايه يعني انت مش مكبره الموضوع شويه؟ ما يرجع يعني. ايه يعني؟ ما انت مش عارفة أصلك. دي فرصة ذهبية. الأمل رجع. انت مش عارفة اللي بيني وبين عماد الحلو. انتوا طبعا مش عارفين، مظلومين.
اصل انا وعماد الحلو نعرف بعض من واحنا عندنا 5 سنين، مش بقولك ابن الجيران، اعرف عنه كل حاجه، بيحب ايه، بيكره ايه، بيشجع فريق ايه، كل حاجه كل حاجه. كده الامل رجالي يا جماعه، ماما مش هتسيب البيت وابويا مش هيتذل في بلاد شقيقه. انا بعمل ايه هنا؟ ها؟ انا لازم اكون في بؤره الاحداث دلوقتي حالا، في بؤره الاحداث، ولازم اروح اعمل بقى حمله الاب جريدنج المهوله. ده في حمله. بقول لكم ايه، اعملوا لي عارضه بقى. ها؟ سلام. ماشي باي يا حبيبتي، ربنا معاكي. الله، ابن الجيران، يا بختها. يا بختك يا علا، هتخش كل عروض السيرك ببلاش. ابيض، هو ايه اللي بيحصل هنا بالظبط؟ اهلا اهلا اهلا، ازيك يا علا؟ بقالك كتير ما بتجيش. ازيك يا عفاف؟ ازيك يا حبيبتي؟ هما بنات الحي كلهم هنا ولا ايه؟ امال ايه؟ اصل عماد الحلو رجع من السفر. هما كلهم عرفوا ان عماد الحلو رجع من السفر؟ امال ايه؟ صدقي النص دسه دول من ورا كلمه بس عماد الحلو رجع من السفر. خلاص تمام، ماشي يا ام محمود. طلعتي عميل مزدوج يا ام محمود. ماشي. قولي لي، في فرصه اعمل شعري في الليله السوداء دي ولا ايه؟ امال ايه يا حبيبتي؟ بس فوق السطوح في عشه الفراخ بتاعت مدام سميره، اصل احنا اجرناها منها امبارح عقبال امانتك عشان الليله دي والزحمه الكتير اللي احنا فيها. ربنا يخليك يا عماد وينجح مقاصدك واكملهم دسته. فوق. رزق الهبل على المجانين، بس ولو انا اللي هتجوزه. ايوه، انا عايز اسال عن اعلان الوظيفه اللي منشور في جرايد النهارده. ايوه، انا ليسانس حقوق. طبعا في خبره 30 سنه. لا، 30 سنه خبره، انا سني 53 سنه. الو اهو قفل السكه في وشي. دي المره ال27 اللي بيقفلوا فيها السكه في وشي. اعمل فيها ايه دي؟ جرب ال 28 الاعلان اللي بعده. بتاع ايه ده؟ بتاع ايطاليا. ايطاليا؟ اي عن طريق ليبيا؟ اي في القوارب المطاط اللي بتطلع في كاس الشيبسي. دي الهجره الغير مشروعه يا سهير. وفيها ايه يا عبده؟ الحياه كفاح يا اخي. كفاح ايه يا سهير؟ انت عايزه تضحي بيا عشان تجوزي بنتك؟ والله ما اعرفش بقى. مش دي مشكلتي خالص، انا مشكلتي البنت تتجوز وخلاص. ها بقى. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا مايسة؟ راجعه بدري ليه ومالك مبسوطه كده؟ خير؟ حرام اتبسط ولا ايه؟ لا اتبسطي، ولا حرام ولا حاجه. انت اتبسطي يا حبيبتي، بس انا المهم دمي يتحرق. بابا بابا ما تخافش خلاص، ما تخافش، وراك رجاله. الى ارض المعركه. لا، الموضوع ده فيه ان هو ايه اللي انت مالك ومالي؟ ما تشتتش ذهنك، ركز في ايطاليا، انت مسافر. الله يخبتك يا علا، واضح ان المعركه ابتدت وانت نايمه على ودانك. ماشي يا ام محمود، ايه البت اسماء دي؟ ايه لابسه كل اللي على الحبل، وايه البروبرو اللي حاطاه في وشها ده؟ يا ساتر يا رب. بنت نرمين يا حبيبتي غلبانه من الصبح بتشاور لي على اني عمال. يا حبيبتي مفيش مشكله خالص يا حبيبتي، مفيش مشكله. الله، ايه كميه البخور اللي عند اسماء دي؟ عرايس ورق بتتشك بالدبابيس في عينين اللي يكرهوها. يا عيني، بس يا ريان بقى، بس.
انا طبعا مش بتاعت الحاجات دي خالص، انتوا عارفين. لا انا عاقله، انا ارقى من كده بكتير. اي نعم خدت اجازه اسبوع من الشغل عادي، يعني مرهقه تعبانه، واي نعم نويت والنيه لله وحده ان انا اقف هنا في هذه البلكونه لمده 3 4 ساعات، يعني عشان اسقي الزرع بتاع البلكونه اللي تحتنا. 3 4 ساعات. فيها ايه؟ طريقه ري جديده، طريقه الري بالتنقيط عشان الزرع ما يشرقش، ولا اسيب الزرع يشرق يعني. يا سلام يا سلام، لو البلوزه دي تطير من البلكونه دي على البلكونه بتاعته، يا سلام. انت بتعملي ايه؟ ولا حاجه. ايه ده؟ حماده بيت شمك الحلو ورجع من السفر. اتاري. طب كنت قولي لي ده ابوكي قبل الوظيفه اللي في اوغندا، اما اروح اقول له يرفضها بقى. الحمد لله على السلامه يا اختي. الله يسلمك. الله. والبحر يضحك لي وانا نازله الدلع. يا سندريلة ماما. نعم يا روح سندريلة ماما. رايح فين يا حلو انت يا حلو؟ رايحه اجيب البلوزه بتاعتي، اصل الهوا وقعها عند طنط تهاني. هوا ايه وبلوزة ايه وطنط تهاني؟ طنط تهاني بينا وبينها يجي 10 متر، ثم احنا في شهر اغسطس، مفيش هوا في شهر اغسطس. في هوا في اغسطس يا عبد الصبور، مالكش انت دعوه. روحي يا حبيبتي، روحي بألف سلامة، وبسلمي لي على طنطك تهاني وعلى عماد ابنها لو شفتيه يعني. اكيد مش موجود. باي باي يا ماما. على مهلك يا روحي، على مهلك. عماد مين؟ هو عماد الحلو رجع من السفر ولا ايه؟ امال انا من الصبح يا عبدو عمال اقول لك خلاص مفيش مركب مطاط، مفيش مركب مطاط على ايه؟ حبيبك يا رب. الحمد لله ما حدش توصل الخطه دي قبلي. عبقريه عبقريه. اهلا اهلا. ازاي حضرتك؟ اهلا يا حبيبتي، اهلا وسهلا. الف حمد لله على سلامه عماد. انا سمعت كده طراطيش كلام انه رجع بالسلامه. الله يسلمك يا حبيبتي. على السلامه. سلمك. الف حمد لله على السلامه. الحمد لله على السلامه. يا ولادي ليه؟ شفتي يا طنط عملت لك رز بلبن، وانا يا طنط عملت لك حلتنا. تسلم ايديكم وعينيكم كلكم. اتفضلوا يا حبايبي، اتفضلوا اتفضلوا. يا اهلا وسهلا. يا انت بقى يا حبيبتي جبتي لي ايه؟ انا مش جايه اجيب، انا جايه اخد يا طنط. تاخدي؟ دي الكسوف. جايه اخد البلوزه بتاعتي، شكلها كده وقعت، طارت ووقعت في البلكونه بتاعتكم يعني بالصدفه. طارت؟ جايز برضو. طب يا حبيبتي لما ادخل اجيبها لك. طب على مهلك يا طنط، على مهلك يا حبيبتي، على مهلك. Fools rushing. عماد. ازيك يا علا؟ الحمد لله على السلامة يا عماد. الله يسلمك. وبعدين عملتي ايه؟ عملت ايه في ايه؟ عملت ايه في ايه؟ ده الدنيا لفت بيا. طب خلاص يعني ضمنتي كده. ضمنت ايه؟ مش يمكن مسلم على البنات كلهم بعد ما دخل البيت؟ انا عرفني. يا لهوي، تلاقيهم كلهم داخلين في حاجات تملى العين، وانت يا حسرة قلبي داخله ايد ورا وايد قدام. ومش بس كده، ده انا كمان تهماهم في البلوز. والله اقول لها يا ست اطلعي بالبلوزه، والله عندكم يا طنط. تقولي ايه اللي هيجيبها عندنا؟ لا مش عندنا. اقول لها اطلعي بالبلوزه يا طنط بدل ما تطلعي بيها قدام الظابط. والله كنت هتهور لغايه ما في الاخر اديتها لي. يعني في الاخر طلعتي من الموضوع من غير اي فايده.
مش عارفة والله يا مدام سندس، هي بعد ما انا اجتزت المعبر يعني وخدت البلوزة الحمد لله قعدت تبوسني وتطبطب عليا، بستني. والله ده ماما ما عملتهاش، اول مرة حد يبوسني اتحمقت في العياط. طب ما كويس، يبقى ناوية تيجي تتكلم عليكي. طول عمرك حاسدك بأمك. مش عارفة والله يا نهى، ما يمكن عملت كده مع كل البنات. طبطبت عليهم وبقستهم واديتهم حتة شوكولاتة. اصل ادتني حتة شوكولاتة صغيرة، انا بقى ما صدقتش، فضلت ماسكاها كده وبصلها كده لدرجة انها افتكرتني تفصى، قامت مدياني واحدة كمان. هي الاولانية كانت فعلا صغيرة. انا مش فاهمة، يعني عينهم عليكي ولا لا؟ ما تجننيش. انا مش عرفني بقى يا نهى. خلاص ما بدهاش، انت تعملي زي ما انا عملت مع المرسي جوزي، عسكرت له في السطوح بتاعهم 3 ايام بلياليهم. كل ما يطلع السطوح يبص على بنت الجيران يلاقيني في خلقته عدل، يبص على بنت الجيران يلاقيني في خلقته عدل. بعد كده رفع الرايه ونخ واستسلم واتجوزني. That's it. نجرب. أعدالك يا عماد يا حلو، مركزة معاك أنا أنت وأمك بقى. خدت لك أجازة من الشغل أهو، وقعد أسبوع أما نشوف آخرتها معاك إيه يا عماد يا حلو. أما نشوف. يلا صباح الخير. ايوه صباح الخير. انا علا. قولي لماما وبابا ان احنا جايين نزوركم بكره. هتموتوني يا ولاد الكلب، يا ولاد الكلب. اسماء رمت نفسها من البلكونه، انتحرت، ولا هعبرها. تغوري في 60 يكش تموتوا كلكم. اولعوا. انا المهم عندي عماد وبس. هتتنسري يا لولو، هتكيدي الاعادي كلهم. الله يرحمها. شرفتونا. الشرف لينا يا هاني. اهلا. الحمد لله على سلامة الأستاذ عماد. الله يسلمك. الله اخيرا يا لولو، اخيرا يا علا. وايه ختامها؟ مسك وعنبر. ختامها يا عماد الحلو قوي. الله
هو ده التعويض، هو ده التعويض عن كل المعاناة اللي عانتها، كل العاهات اللي جت قعدت مكانه. بصوا بصوا الهدوء، بصوا الرقي، قاعدة هادية رايقة، حتى الهزار كده بهدوء. ناقصنا بس كده في الخلفية الموسيقار عمر خيرت كده يعزف لنا المعزوفة الرومانسية بتاعته بتاعت ليلة القبض على فاطمة، وتبقى القعدة كملت كده. الله. الحمد لله، سقي الزرع والبلوزات اللي بتطير في الهوا جابت نتيجة كويسة. ربنا يتملك على خير بحق جهنم ويكسر حظك النحس بقى. سقي زرع ايه يا ماما؟ ايه اللي انتي بتقوليه ده؟ ايه البلوزات اللي بتطير ده؟ في ايه؟ ركزي طنط بتبتسم، طنط بتبتسم. ماشي يا بريئة، ماشي. بتستعبطي عليا انا؟ مش عارفة ايه اللي بتقرصيني. ماشي، اني مقطعتك لما يمشي وما بقاش انا زي بعض، وعماد يستاهل. لولا ان الموضوع ده هيرحم ابوكي من المرمطه في بلاد اوروبا ما كنتش فوتها لك، بس مسيرهم ينزلوا واجيبك من شعرك. والاستاذ عماد مبسوط هناك؟ ياس يا انكل، مبسوط جدا. الحمد لله. وحضرتك ناوي تفضل مكمل هناك على طول؟ ياس طنط ناوي، indeed I will. هو في الحقيقة ناوي يقعد هناك، بس إن شاء الله صاحبة النصيب هتقعد هنا. إيه؟ يعني أنا مش هسافر؟ يعني هتتجوزي وتفضلي قاعدة في أرابيزي برضو؟ استني طنط يعني هي صاحبة النصيب طبعا مش هتسافر خالص. لا يا حبيبتي، ده في الأول بس لحد ما يظبط أموره. عماد أخلاقه ممتازة الحقيقة طول عمره. كفاية إنه هيعفيني من سفرية إيطاليا. قول يا رب، أنت عارف أدمها عمل إزاي. انبري فيها إن شاء الله يبقوا من نصيب بعض بإذن الله. مش عارفة، أنا حاسة الدنيا حر هنا. ما تشوفي لنا كده حتة تراوة نقعد نتكلم فيها مع بعض على جنب. حر قوي قوي، حر قوي. دي قطر حته عندنا في البيت، ما انت دي ما فيش قطره من دي. طيب صح. اتفضلي يا مدام، شوف لك حته طريه. حته ماشي، اتفضلي. عندك حق يا طنط، حر قوي. اتفضلي حضرتك. أهلا وسهلا، أهلا يا مرحبا. حر قوي يا بابا. شغل مروحة ولا؟ شغالة كويس. سوري يا جماعة، أنا آسفة. طب هسيب الراجل لوحده. عن إذن حضرتك. معلش انا اسفه يا استاذ عماد، اصل يعني افتكرتك نمت خالص. صحصحت. استاذ عماد، هو احنا الصراحه بننام بدري وانا عندي شغل الصبح، يعني فيعني مش عارفه، يعني لو في حاجه كده عايز تقولها يا ريت يعني ايوه علا. ايوه دي شوف القلاطة دي، النيلة ده كان خلاص. فالأوروبا ايه؟ أوروبا ده بيتكسف من خياله. بس يلا حلو، ده دليل على ذوقه وأخلاقه وكده. هتهنى أخيرا، هتهنى. نفسي أسمع كلمتين حلوين على بعض، نفسي. يعني هو فعلا تبعي مش تبع جون؟ انت متأكدة؟ اوه ماي جاد. اكسلنت. اوكي باي. أخبار حلوة أكيد جدا. شفت يا أستاذ عماد وشي حلو عليك إزاي؟ تخيليش قد ايه على او ماي جاد يعني انا بقالي 3 ايام ما بنامش عشان الموضوع ده. لا بعد الشر عليك، بعد الشر. ده اكيد كان واحد صاحبك بقى بيطمنك. طمني، قول لي ايه لا مش صاحبي، لا دي ماجي اكيد زميلتك في الشغل بقى بتقول لك انه كله تمام كده لا مش زميلتي، لا. تبقى جارتك بتطمنك مفيش حراميه؟ لا مش جارتي. نو امال مين ماجي يا استاذ عماد؟
ماجي مراتي. مراتك ازاي وانت متجوز؟ علا بليز كام داون. انا فاهم ان ماما معرفاك كل ظروفي. ظروف ايه؟ لما انت متجوز ايه اللي جابك؟ علا بليز ريلاكس. انت عارفه ان مشكله الشباب لما بيروحوا اوروبا بتبقى الاقامه، والحل انهم يتجوزوا واحده بالجنسيه. طب ما تقول كده يا استاذ عماد، تعبتنا معاك يا استاذ عماد. يعني مش ممكن كده يا مش تقول من الاول؟ طيب طالما الموضوع كده اقامه وجنسيه، انا ممكن يعني افكر واتغاضى عن الموضوع ده، يعني طالما جواز سوري وكده. مش يعني علا بصراحه يعني هو مش سوري قوي يعني كان في الاول سوري بس ماي جاد مش عارف ازاي يعني حبينا بعض بجد. مين دول اللي حبوا بعض؟ مين دول؟ انت وماجي اللي انتوا طب انت جاي ليه؟ طالما انت حبيتها بجد واتنيلت جيت ليه يا استاذ عماد؟ ماما يا علا ماما such a cutie. مصممه اني اتجوز واحده من هنا عشان ما اطولش الغيبه عليها واجي كل شويه. قول كده يا استاذ عماد. يعني مامة سيادتك يعني هي عايزاني انا الوتد اللي تربط الطور اللي هو حضرتك عشان تروح وتيجي كتير عليها، صح كده؟ صح كده. بليز علا بليز مفيش داعي للكلام ده. نو نيد. لا فعلا نو نيد مفيش داعي للكلام ده. مفيش كلام دلوقتي، في فعل يا عماد يا حلو. دلوقتي بقى في فعل. انا هوريك انت وماجي اللي بتحبوا بعض ان في فعل يا عماد يا حلو. كل اللي طلع عليا قبل كده هطلعه فيك يا عماد يا حلو. ما بقاش انا علا عبد الصبور يا عماد يا حلو. انا هوريك يا عماد يا حلو. ايه؟ انت جننتي. هتشوف يا عماد يا حلو. عريس مين؟ ما بقاش عريس وما تجنن. يا ريتني كنت اتجننت كان ارحم. انا تعبت. هشوهك يا عماد يا حلو. مش هتبقى حلو بعد النهارده. علا. هتبقى عماد بس. Not the face. استني يا علا، استني نفهم ايه اللي حصل. البيه ماله يا حبيبتي؟ متجوز سوري يا بنتي والله سوري. ما تفهم مامي على ماجي اللي انا حبينا بعض. او ماي جاد بعد ما اتجوزنا سوري. هشوهك يا عماد يا حلو. اسمع يا ابني انت. استنى يابا اطلع انا الطلعه دي. استنى على اخري. انت اطلع بره يا استاذ عماد. ما عندناش بنات للجواز. حلوه الكلمه دي. استنى ويت. دخلي كده يا حاجه. حاضر يا اختي. تعالي كده يا بتاعت السوري. جايالك افهم الحوار بتاعتي وبتاعت جون واكسلنت وكده. افهمه بس رسيني الحوار ده ايه. واي يا علا انت عايزه تعرفي ليه؟ اهو انا فضوليه. انا كده خدني على قد عقلي. استاهل بعد اللي عملته فيا. ارضي فضولي. اوكي يا علا، اصل من 3 اشهر انا وماجي اتخانقنا فسيبنا بعض وهي رجعت للبوي فريند القديم بتاعها جون. بس الحمد لله ثانك جاد اتصالحنا وكل حاجه تمام. بس هي حامل دلوقتي فانا اصريت قلت لازم نعمل تحاليل عشان اعرف الطفل ده بتاعي ولا بتاعه. لا يا واد حمش. ميرسي انكل. عداك العيب يا سبع الرجال. انكل نو بليز انا ما اسمحلكش. دونت يو ايفر كلمني بالطريقه دي تاني. ايفر. ماما ليتس جو. البيت ده ما ينفعناش. ولا يهمك يا ابني، البيوت كتير قوي على قفا من يشيل. احنا يا حبيبتي هنشوف بيت تاني والبنات كتير قوي. يلا يا ابني يلا ماما. عندها حق. البنات كتير قوي. توكلنا على الله. ايطاليا برضو يا سوسو. ايطاليا يا عبد.
السلامة.